بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج ببساطة. النهاردة هنتكلم عن معنى جميل من قصة يوسف عليه السلام، إن الواحد لما يكون في مأزق أو يكون في ابتلاء أو في كرب ما يقعدش يقول بقى هو ربنا هيخرجني من الكرب ده إزاي. مالكش دعوة، أنت عليك إنك أنت تجتهد في الدعاء وتصلي وتعبد ربنا سبحانه وتعالى، وسيرزقك من حيث لا تحتسب، وهينجيك من اللي أنت فيه ده من حيث لا تحتسب برضه. يوسف عليه السلام وقع في البئر، وكان ساعتها ميت لا محالة، فأرسل الحق سبحانه وتعالى له سيارة ينزلوا الجردل بتاعهم أو الدلو بتاعهم ويخرج بيه. مين بقى اللي أرسل المجموعة من الناس دي في التوقيت ده في الوقت ده؟ فما ترخمش، ما تبقاش رخم وتقول أنا ربنا هينجيني إزاي. يوسف عليه السلام لما راودته امرأة العزيز وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فقال أول ما قال معاذ الله، ربنا سبحانه وتعالى أرسل العزيز والشاهد اللي كان موجود في القصة عشان يخبطوا الباب أو يخشوا في التوقيت ده. فما تبقاش رخم. ربنا سبحانه وتعالى لما يريد ان هو ينجيك مما انت فيه ويفرج عنك همك سيفعل ذلك. كل ما عليك ان انت تكون عندك يقين في الله عز وجل، تستعين بالله عز وجل وتكثر من الدعاء. اي بني ادم ربنا بيختبره او بيبتليه بيفعل ذلك حتى يرى ماذا ستفعل وماذا ستقول، وقلبك واليقين اللي جواه اخباره ايه. فعود نفسك، ما تبقاش رخم، وسيبها على الله، وإن شاء الله ربنا هينجيك مما أنت فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك رب وأتوب إليك. السلام عليكم.